بصراحة يا صاحبي أنا خايف أتكلم في الموضوع ده، بس هقوله. أنا حاسس إني ضايع، عملت ذنوب كتيرة وكبيرة. هو اللي زي ربنا ممكن يسامحه ولا خلاص مكتوب لي جهنم؟ استغفر ربك، انت بتقول ايه بس؟ هو ربنا رحمته لها حدود؟ ربنا قالها صريحة في القرآن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بس الآية دي بتطبق عليا فعلا. يعني أنا حرفيا أسرفت على نفسي، بقيت لما أبص لنفسي في المراية بحس إني بني آدم مكسور، ببقى زعلان من نفسي قوي. بالراحة على نفسك. بص، انت مش اول حد يغلط ولا هتبقى اخر حد، بس ربنا ما قالش يا عبادي اللي ما غلطوش، قال الذين اسرفوا، يعني اللي عدوا الحدود. وبرضه قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. مش بعضها، دي كلها. بس أنا عملت حاجات ما ينفعش أقولها وما ينفعش تتغفر كده وخلاص، صح؟ اسمعني كويس، ربنا غفر لواحد قتل 100 نفس 100 وبعدها تاب وربنا قبله. وحتى في الحديث القدسي ربنا بيقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. بس أنا برجع أغلط تاني، يعني حتى لو تبت ممكن أرجع، كده تبقى توبة بجد. أيوة طبعا، طول ما انت صادق حتى لو وقعت تاني وقلبك عايز يرجع ربنا هيقبلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبدا ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، وربنا قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. طب أبدأ منين؟ أنا مش عارف حتى أقول إيه. ابدأ بكلمة واحدة وقول يا رب، قولها من قلبك وانت لوحدك، واحكي له زي ما بتحكي لي كده. هو أقرب لك من أي حد، حتى أقرب من نفسك. قول له أنا غلطت بس نفسي أرجع، خد بإيدي واغفر لي وثبتني، وقوم اتوضى وصلي ركعتين توبة وابدأ صفحة جديدة. يعني لسه في أمل؟ طبعا في أمل، ده اسم ربنا الغفور الرحيم التواب، مش هيديك الأسماء دي عبث، هو اللي قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني لو انت عايز هو هيسامحك، ولو وقعت ارجع تاني، المهم ما تبطلش ترجع.